السلام عليكم يا شباب، معاكم أسماء العسال وأهلا بكم في عالم سنتكس إيديو. ولو دي أول مرة تشوف السلسلة أنصحك تبدأ من الحلقة الأولى عشان نتابع الدروس بالترتيب. في الحلقة اللي فاتت اتعلمنا إزاي نحدد اتجاه الشخصية باستخدام الدايركشن. تفتكروا بقى ينفع إحنا اللي نتحكم في حركة الشخصية من الكيبورد؟ أكيد ينفع، وده اللي هنتعلمه النهاردة باستخدام الكيبورد إيفنتس في سكراتش. يلا بينا. وطبعا يا شباب أول حاجة هنعملها إن إحنا بنروح على قسم الإيفنتس، وهنا هنسحب بلوك وين رايت أرو كي بريس. البلوك ده معناه إيه؟ ده معناه إن أنا مجرد ما هضغط على السهم اليمين في الكيبورد هيبدأ القط يمشي ناحية اليمين، لكنه هينفذ الأوامر اللي هتيجي بعد البلوك ده. تعالوا كده بقى نجرب ونشوف. أنا فعلا ضغطت لقيت إن القط زي ما هو متحركش ولا يمين ولا أي حاجة. تفتكروا ليه؟ هاقول لكم إن ده طبيعي جدًا، لإننا عرفنا الزرار اللي هنضغطه بس اللي هو ده، لكن ما قُلناش الشخصية تعمل إيه بالضبط لمّا هنضغط عليه. إحنا دلوقتي يا شباب عرفنا الكود هيشتغل إزاي، فاضل بقى نقول للشخصية تعمل إيه، وده اللي هنعمله من قسم الmotion. هنختار block move 10 steps، وتعالوا نشوف كده الشخصية هتعمل إيه معانا مجرد ما أنا هاضغط السهم اللي على الكيبورد. لاحظوا كده إن الشخصية اتحركت معايا 10 خطوات. طب تفتكروا يا شباب لو أنا حبيت أغير الرقم ده اللي هو ال10 ده وأعمله مثلًا 50، تفتكروا إيه اللي هيحصل؟ فكروا كده معايا. تعالوا كده نجرب. لاحظوا إن الشخصية اتحركت معايا مسافة أكبر، يبقى الرقم الموجود داخل البلوك ده بيحدد عدد الخطوات اللي الشخصية هتمشيها. طيب تعالوا كده نعملها 100 ونرجع مثلًا scratch ده تاني ونجرب كده ونشوف. بصوا يا شباب الخطوة بقت أكبر، شايفين الفرق؟ يبقى يا شباب كل ما الرقم ده بيزيد كل ما الشخصية دي بتتحرك معايا حركة أسرع أو مسافة أكبر. لكن خلي بالكم من حاجة مهمة جدا، الشخصية دلوقتي كل مرة بتتحرك ناحية اليمين. طب تفتكروا إن أنا أقدر أخليها تتحرك في مكان أنا اللي أحدده؟ أيوة طبعا ينفع. وهقول لكم فاكرين اللي خدناه الحلقة اللي فاتت أمر points in direction؟ تعالوا كده نجربها فوق بلوك الموف كده ونشوف إيه اللي هيحصل. دلوقتي الاتجاه عندي كام؟ 90 درجة. طيب وهو المفروض هيمشي 100 steps. طب تعالوا كده نجرب ونشوف. واخدين بالكم؟ لاحظوا إن الشخصية اتحركت في المكان اللي أنا حددته. دلوقتي إحنا خلصنا حركة اليمين بالنسبة للشخصية بتاعتنا، هنكرر نفس الفكرة لكن مع السهم الشمال. أول حاجة هنعملها إن إحنا هنبدأ نشيل البلوك ده خالص ونحذفه delete أهو، وهنروح على نفس البلوك وهنلاحظ هنا إن في سهم صغير أهو، مجرد إما أنا باضغط عليه بيظهر لي الأوامر اللي أنا عايزة القط يعملها، وأنا هنا هاختار left دي، وبعد كده باسحبها كده وباركبها فوق الpoint in direction ونجرب كده ونشوف. لاحظوا كده إن الشخصية ما اتحركتش ناحية الشمال زي ما إحنا عايزين. تفتكروا ليه؟ وهنا هقولك إن إحنا مغيرناش البوينتس in direction لماينس أو سالب. تعالوا كده نغيرها ونشوف. أديني غيرتها أهو لسالب 90. شوفوا إيه اللي حصل على طول أول ما غيرتها، الشخصية عندي على طول بصت ناحية الشمال ونفذت الأمر. شوفوا على طول. دلوقتي بعد ما بقى عندي بلوك واحد تعالوا كده نضيف البلوك التاني ونشوف إيه اللي هيحصل معانا. هنروح على الإيفنت زي ما إحنا متعودين، وهنا بدل ما هختار ليفت هختار رايت وهسحب البلوك. وطبعا بنروح من الموشن بنختار الدايركشن وهنختار move 10 steps دي. وهنا هتلاحظوا ان انا بقى عندي بلوكين،
كل واحد مسؤول عن الحركة ناحية اليمين، وواحد مسؤول عن الحركة ناحية الشمال. تعالوا كده نجرب ونشوف. طبعا اللي على الشمال اهو، واخدين بالكم؟ بالنسبة بقى لليمين تعالوا نجرب. القط ماشي معانا اليمين زي ما احنا اديناله الأوامر اللي احنا طلبنا ان هو يعملها على طول. وبكده يا شباب نكون اتعلمنا ازاي نتحكم في حركة الشخصية باستخدام الكيبورد في سكراتش، وخليناها تتحرك يمين وشمال وبكل سهولة. في الحلقة الجاية هنكمل مع بعض، وهنخلي الشخصية تتحرك لأعلى وأسفل، وكمان هنجمع كل الاتجاهات مع بعض عشان يبقى عندنا تحكم كامل في الحركة. ولو الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ما تنسوش تعملوا لي لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عندكم اي سؤال او حاجة وقفت معاكم اكتبوها لي في الكومنت وانا هرد عليها بنفسي. اشوفكم على خير في الحلقة الجاية. باي باي.